ازيكم عاملين ايه؟ اللي اول مره يشوفني، انا هدير بعمل افكار هاند ميد واعاده تدوير بطرق مختلفه وجديده تخليكي تعملي ديكور بيتك بنفسك وكمان باقل تكلفه. فيديو النهارده بقى مختلف شويه، وهو كان مطلب جماهيري من اول ما بدات اعمل معاكم اصلا فيديوهات، وكلكم دايما كنتوا بتسالوني على الترابيزات بتاعتي. ايه اللي عليها ده؟ هل ده ستيكر ولا هو ده اصلا خشب ولا ايه؟ فانا حبيت بقى اعمل معاكم ده النهارده، ولازم تشوفوا الفيديو للآخر عشان في الآخر كمان بقى في مفاجأة حلوة جدا. تعالوا بقى لما نشوف مع بعض. أول حاجة عايزة أقولها لكم، ده استيكر خشبي. تمام، استيكر خشبي. طب تعالوا بقى لما نشوف مع بعض الاستيكر الخشبي ده احنا بنركبه ازاي. عايزة أقول لكم يا بنات، اللي أنا مركباه ده يعني بقاله أكتر من سنة زي ما هو، بس عارفين بقى اللي هو من التلميع بيبدأ يبهت معانا وكده، وبيحصل فيه شوية حاجات من الأطفال. فحبيت بقى ان انا اغيره معاكم. انا وريتكم طبعا شكل الرول بيكون عامل ازاي. بناخد المقاسات بتاعتنا عادي جدا. انا ما حبيتش اعمل معاكم الخطوه دي لان الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي دي الاهم. خدنا المقاسات وقصينا. بنجيب بقى فوطه وبنبدا. شايفين انا في ايد تحت وفي ايد فوق. ايد فوق ماشيه بالفوطه وايد تحت بتسحب. تمام، واخدين بالكم؟ اهو انا ماشيه كده بالفوطه وفي ايد تحت عماله بتسحب، بتشيل الورق من على الستيكر خطوه بخطوه كده. ولازم نبقى ماشيين خطوه بخطوه عشان ما يحصلش اي هوا عندنا في الستيكر، ونبقى ماشيين كده بالفوطه بنفس الطريقه اللي انا بعمل بيها. لازم تكون فوطه قطن. تمام، فوطه قطن، قماشه قطن، اي حاجه قطن موجوده عندك. في ناس بتقول الكروت وكده زي البطاقة، بس انا الطريقة دي بصراحة ما عرفتش اشتغل بيها. فانا دي الطريقة اللي انا بعمل بيها دايما. بصوا، فكرة عملية جدا جدا، وهقول لكم بقى ليه عملية. اول حاجه اوعي تعمليها على الخشب. اوعي تعمليها على الخشب. بصوا هنا انا كان حصل عندي فقاقيع كده، فعادي بصوا رفعته عادي وبدات امشي تاني عشان اطلع الفقاقيع دي. يعني ما تقوليش ان لا مادام ما لزقته خلاص بلاش اشيله، لا عادي شيليه بس بالراحه جدا عشان ما يتقطعش معاكي. وبنطلع الهواء وبنرجع بقى خطوه خطوه كده نلزقه. شايفين ما فيهوش اي فقاقيع خالص. الماتيريال بقى كمان بتاعت الستيكر اللي انا بستخدمه ده تحفة جدا جدا، ولازم تشوفوا الفيديو في الاخر عشان فيه مفاجأة حلوة قوي. زي ما كنت بقول لكم بقى يا بنات، الستيكر بلاش تلزقيه على الخشب. تمام، احنا ممكن نلزقه على الرخام عادي، لكن اوعي تلزقيه على الخشب عشان ما تبوظيش الموبيليا بتاعتك او الترابيزات بتاعتك. انا عملت الحركة دي وندمت جدا. انا بلزقها على الازاز. بصوا بقى انا ليه بقول لكم ان هي فكره عمليه قوي. ان انا عندي الازاز ده كنت كل ثانيه حرفيا بلمعه. كل ثانيه بلمعه. بصمات بقى الاطفال، التراب، مجرد بس شويه تراب كده بتبان عليه. شايفين الحلاوه؟ بصوا بقى انا نسيت اقول لكم على الخطوه دي. احنا بنرغي مع بعض. ال- الحواف اللي في الاخر دي انا بحب اعملها منفصله لوحدها. بقص قطع صغيره كده واقفلها عشان ما تتقشرش معايا. تمام، الحواف اللي هي في الاخر دي شايفين شكلها؟ احنا بقى هنروح برضو على الترابيزة كمان بتاعت الشاشة وهنعملها مع بعض. زي ما بقول لكم بقى احنا بنلزق على الازاز، ما تلزقيش على الخشب عشان ما تبوظيش الخشب. بكده بقى احنا نبقى حلينا موضوع ان احنا كل شوية بجلانس وبنلمع الازاز والتراب وكل ده. بصوا نفس اللي عملته هناك برضو. قصيت، خدت المقاسات بتاعتي اللي انا محتاجاها وبدأت امشي خطوة خطوة بالفوطة كده، ايد فوق وايد تحت. انتوا مش متخيلين كم البنات اللي كانوا بيسألوني على شكل الترابيزات. يعني هل الترابيزات دي كده ولا انتي لازقه عليها ستيكر؟ ما كانش في حد عارف السر اللي انا عاملاه ده. طبعا بقى ترندي جدا وبقت فكره عمليه قوي وكلنا بقينا نعملها، بس في مننا ما يعرفهاش. بصوا خلصتها، وزي ما قلت لكم برضو الحواف عملتها. بصوا طريقة سهلة وبسيطة جدا يا بنات. وزي ما قلت لكم لازم نشوف الفيديو بقى للآخر عشان فيه مفاجأة حلوة قوي فيه. بصوا رجعوا بقى جداد تاني، هيقعدوا بقى معاكي كمان لو ما عندكيش اطفال. هيقعدوا عادي بقى خلاص لحد ما انتي اللي تزهقي وتبقي عايزة كمان تغيريه. لكن انا عشان زي ما بقولكم ممكن ابني يعني يقشره كده شوية بايده، يحدف حاجة عليه معرفش ايه، عشان بقاله كمان فترة من كتر التلميع خلاص لونه بهت شوية. فانا كنت عايزة كده قبل بقى ما اعمل معاكم ديكورات راس السنة. عايزة اقول لكم احنا الفيديو الجاي لازم تنتظروه على نار، ونعمل شير بقى كتير لاصحابنا عشان الفيديو الجاي يا بنات قنبلة. قنبلة بجد. انتظروا الفيديو الجاي على قناتي.
ديكورات راس السنة بقى وحاجات بقى كده كلها حصري وجديدة هتعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا شير كتير على قد ما تقدروا علشان نكبر القناة، وعلشان تحمسوني وتشجعوني كده ان انا اقدم لكم. بصوا بقى، انا كنت حابة اوريكم كده الديكورات بتاعة الخريف عشان تودعوها، عشان خلاص هنعمل مع بعض باذن الله ديكورات راس السنة. دي بقى المفاجأة. المحل ده يا بنات في العتبة في شارع الرواعي، عنده كل اشكال الاستيكر اللي تخطر في بالكم. الرول تقريبا بيبقى 20 متر، سعره بيبقى 80 جنيه، مش هتلاقي بقى ارخص من كده، مش مضروب ولا اي حاجة. بصوا الكارت اهو بالعنوان بالظبط، وخدوه سكرين شوت.